السلام عليكم. صراحه في واحد لا فيديو حكيت لكم قصتي مع جرثومه المعده، مع الوسواس، مع القولون العصبي، مع بومزوي، وكاينين بزاف ديال الناس اللي قالوا لي زهره عطينا شنو هو الحل. في الجزء الثاني قولي لنا كيفاش بريتي من الجرثومه، كيفاش بريتي من القولون، كيفاش بريتي من الالتهابات. داكشي علاش جيت انا درت لكم الجزء الثاني باش نهضر لكم على هذا الشيء. من بعد ما مشات مني الجرثومه بدات المعاناه ديالي ديك الساعتين مع الحريق ديال المعده، الحريق مستمر، اللي كليتها كضرني، الوزن ديالي ما بغاش يرجع، الاعراض ديال القولون اللي كليتها كانت تنفخ، يعني دارت لي قولون ودارت لي البواسير ودارت لي بزاف ديال الحوايج الجرثومه منين مشات، وخلات لي التهاب مزمن حاد. وعلى اثر الالتهاب المزمن غادي نقول لكم شنو استعملت للجرثومه، شنو استعملت للالتهاب، شنو استعملت للقولون العصبي، شنو كنت كناخذ، شنو كان كيهدن عليا الاعراض القولون، شنو كان كيهدن عليا الاعراض البومزوي. هذا الشيء كامل غنلخصو لكم في هذا الفيديو هذه، وخا تكون طويله، ولكن انا باغا نوصل لكم المعاناه ديالي وباغا نوصل لكم كيفاش تشافيت من هذا الشيء كامل وكيفاش رجعت الوزن ديالي. ولكن نتوما حاجه وحده اللي بغيت منكم تفرقعوا لي هذا الفيديو بالبارطاج، بارطاجيوا الخوت، الله يرحم لكم الوالدين. ما علينا، انا ملي جاتني الجرثومه قلت لكم راه خديت المسكه الحره وخديت المضادات الحيويه، مشات الجرثومه، ولكن الوزن ما بغاش يرجع، اللي خلات لي التهاب حاد، بقيت مريضه بالقولون. داكشي علاش جيت اليوم نقول لكم اول حاجه الناس اللي كيعانيو من جرثومه المعده وما بغاوش ياخذوا مضادات حيويه، حيت فريمون المضاد الحيوي منين كتشربوا راه ما كتختارش ما بين البكتيريا النافعه والضاره، راه كتقتل لك كل شيء. داكشي علاش كنصح الناس اللي عندهم الجرثومه ياخذوا المسكه الحره الفري ماشي المزوره، حيت الناس كيجيو عندي كيقول لك خديناها ما دارت لي الفري. الناس اللي خداو المسكه الحره الفري راه تشافاو. الناس انا كيجيو عندي الخاص حطيت لكم سكرينات، الناس راه تشافوا من جرثومه المعده بالمسكه الحره. الطريقه اما ندقوها ونديروها في كويز ديال الماء على الريق ناخذوها لمده 15 يوم، اولا ناخذوا حبه ونبلعوها مع الماء هكاك لمده 15 يوم. هذه للجرثومه قيدوها، عقلوا عليها. بالنسبه الالتهابات المزمنه، وبعد اول حاجه المسكه الحره مع مراعاه الريجيم. ملي كنقول لكم الريجيم خصكم تبعدوا على المشروبات الغازيه، على الحوامض، على التوابل الحاره، المعجنات، كاع مشتقات الحليب والحليب والياغورت والزبادي واي حاجه فيها الدهنيات والحار وداكشي بعدوا عليه. المنبهات، لي بواط دو كونسيرف، داكشي كامل بعدوا عليه. داك لي شيبس وداك التخربيق كلشي سوبريميوه. شنو غناكلو زعما على اساس انك الا كليتي شيبس ولا كليتي الفريت ولا كليتي الدهنيات ولا كليتي راه ما كاينش ما يتنكل. راه بزاف ديال الناس عندهم، انا كنت كناكل خضره مفوره، كنت كناخذ لو بلون بول يعني الصدر ديال الدجاج مشوي ولا مفور مع الخضره في بلاصه الحليب، حيت الحليب فيه اللاكتوز. خذوا الحليب الخالي من اللاكتوز ديال اللوز اولا ديال الكوكو اولا ديال الصوجا، لا كريم القشده الطاريه ولا كريم فريش باش ديرها في ماكلتك ولا تنسم بها. راه كاينه ديال الكوكو، كاينه ديال الصوجا، راه عطا الله ما يتخاد. الياغورت ما بغيتيش، قلت لكم تبعدوا على المشتقات الحليب. كاين الياغورت ديال الكوكو، كاين الياغورت ديال حليب اللوز، كاين بزاف ديال، يعني ماشي حيت كنقول لكم تبعدوا على هادشي راه ما كاينش بديل. انا راه عارفه ان فريمون كاينين الناس اللي ما عندهمش اللي استطاعتهمش يشريو هادشي، ولكن اكتفي بالفواكه. خذ انت غير الفواكه و هذاك الحوت والصدر ديال الدجاج غير شوي، المهم ترتاح واحد 6 شهور. هاد الشيء اللي كنقول لكم مورا انا 6 شهور انا درت عام ديال الريجيم، عام. حيت الناس كيقول لك وصافي انا درت 15 يوم الريجيم غير كنضعف وحتى ما شتش الميتو. شوفي راه اي حاجه خصها المداومه، عرفتي الا ما داومتوش على هادشي اللي كنقول لكم راه ما عمركم ما غتبراو. ما تجيش تقول لي راني خديت المسكه الحره يومين وغنبرا من الجرثومه. الناس اللي قلت لهم خذوا عصير ديال الملفوف اولا مكور الالتهابات اللي كتخلي الجرثومه، كياخذوا نهار كيقول لك ما حسيتش بتحسن. بالله عليك ملي كتمشي عند الطبيب كيعطيك انتيبيوتيك، واش كيعطي لك كتشربو في الصباح كتبرا في العشيه، وبيان سور راه حتى كدوز 3 ايام 4 ايام عاد كيبدا المفعول ديال الدواء. اي حاجه راه خصها المداومه. انا قلت لكم الجرثومه المسكه الحره، الالتهاب عصير الملفوف. ما بغيتيش تشرب عصير الملفوف كيتنفخ لك المصران، دير قشور الرمان تيزان وشربو 15 يوم. ما كيعجبكش قشور الرمان دير عرق السوس، هادو كاملين كيداويو الالتهابات ديال المعده. دابا نمشيو للقولون العصبي والاعراض ديال القولون العصبي.
دقات القلب متسارعه، الاختناق، ضيق التنفس، الوسواس القهري، وسواس الموت، وسواس الامراض، الحرق ما بين الكتاف، الفشله، بزاف ديال الاعراض، بزاف لا تعد ولا تحصى. الصمغ العربي راه حطيت لكم السكرين وشحال من واحد برا من الصمغ العربي من القولون العصبي. نتوما راكم عارفين الصمغ العربي، راه ديجا قلت لكم الصمغ العربي داير بحال هكا الفري. ما تجيش تقول لي راني خديت الصمغ العربي وهو مزور وما بريتش، ما يمكنش. هذا هو الصمغ العربي للقولون العصبي. شنو الطريقه؟ غندير حبيبه هكا في كاس ديال الماء، نخليها الليله كامله كتذوب بحال العسل، كتولي كنخلط في الصباح كنشربو على الريق لمده 15 يوم. غير غدوز 5 ايام الاولى غتكتب لي في التعليق تقول لي راه بريت، ولكن خصك تبقى مداوم عليه لمده 15 يوم. فين غنلقاو الصمغ العربي؟ غنلقاو عند العشابه. الناس اللي في اوروبا كتبوا لا غوماغابيك في امازون غتلقاوها. راه كاينين حتى دي جيلول ديال لا غوماغابيك في لا فارماسي. تمشي للفارماسيان تقول لي عطيني لا غوماغابيك، كيعطيوك لي جيلول، كتكون مطحونه وكتكون في كبسولات بحال هكا وكتشربهم الفري. يعني الفارماسيان ما يكذبش عليك. ها حنا حيدنا من الصمغ العربي. بومزوي والاعراض ديال بومزوي راه حطيت لكم شحال من سكرين البارح في الصفحه باش تشوفوا كلشي بعينيكم. السيده ما كانتش كتاكل، السيده كان بومزوي مضعفها وما خلى ما دار ليها. عطيتكم الوصفه، قلت لكم غتاخذوا القزبر حبوب ياكو، وغادي تاخذوا الحلبه حبوب، غناخذوا نفس الكميه من الحاجه وغنطحنوهم في كل صباح وفي كل عشيه. في الصباح على الريق ناخذوا معلقه من داك الخليط نديروه في كويس ديال الماء عادي، ما دافي ما تلعبه، ونشربوه، نبقاو نص ساعه ونفطروا. وفي الليل قبل ما نعسو تاني معلقه من داك الخليط ونشربوه. هادشي راه كلشي عندكم. شوفوا غير نتوما اللي كتبغيو، وكذلك لمده 15 يوم خاصنا نداوموا عليها. وهاد الحلبه والقزبر الناس اللي ما عندهمش الشهيه، اللي مسدوده لهم الشهيه، ما كياكلوش، عندهم نقصان الوزن، عندهم نقص في الوزن، هاد الوصفه غادي تفتح لكم الشهيه بواحد الطريقه جد 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 غريبه. راه ما يمكنش لي لقيتيها قدامك تاكلها. وكذلك كتحيد لك كاع الاعراض ديال بومزوي. شوفوا انا ملي كنجي نقول لكم شي حاجه راه كنقول لكم شي حاجه اللي انا درتها. انا درت لمده عام الريجيم، وخديت عرق السوس، خديت قشور الرمان، خديت عصير الملفوف، خديت الشيح هو الاخر خديته وسمعوا. وكنت في بلاصه القهوه كنت انا مبليه بالقهوه، ما يمكنش يحيدها لي الطبيب. كنت كناخذ اللويزه في بلاصه القهوه مده عام وانا هكا، وما كنشرب لا حليب، ما كناكل يا ياغورت لا حتى شي حاجه. تبريت من الالتهاب ورجعت الوزن ديالي عادي. غتبرى من الالتهابات، غتبرى من القولون، غتبرى من بومزوي، من جورتو ما ترجع الوزن. الا ما بريتيش من الالتهاب اللي كتخلي لك الجورتو ما غيرجعلكش الوزن، حيت كيكون عندك سوء امتصاص. كنقول لكم واخا تاكلوا عجل مشوي والجهاز الهضمي مضرر ما غتستافد منه والو، حيت كاين سوء الامتصاص. اي حاجه كليتيها. وكاين الناس اللي وقع لهم تفقر الدم، وكاين الناس حتى اللي جاتهم فقر اللي جاهم نقص في الفيتامين دي وبزاف ديال الحوايج. الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا انا هادشي كامل اللي كنقول لكم، وكذلك خديت البكتيريا النافعه مده 3 شهور وانا كناخذ البروبيوتيك. كنمشي للفارماسيان كنقول لهم تعطيني البروبيوتيك، كنت كناخذ البواط ب 40 اورو لمده 3 شهور باش نعوض البكتيريا النافعه اللي قتلت ليا بيليرا، حيت انا خديت المضاد الحيوي مع المسكه الحره، وخديت البروبوليس عكبر النحل اللي هضر عليه الفايد. هادشي كامل خديته الخوت باش ما تقولوش انا راه خديت بزاف ديال الحوايج باش نقدر نرجع الوزن ديالي اللي كنت فيه، حيت انا وصلت ل 46 كيلو وكانت فيا 60 كيلو. راه كاينين بزاف ديال الناس بحالي. والله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو هاد لا فيديو.